لا 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 لا، ما هو مش ممكن كميه الاخطاء التحكيميه في مباراه الزمالك النهارده دي ولصالح الزمالك وخارجين منتهى البجاحه يقول لك احنا مظلومين. بص يا باشا، انا مش هتكلم معاك كتير، انا هوريك بنفسك صور لحالتين طرد لنادي الزمالك ما اتحسبوش النهارده، وانت احكم بنفسك، انت بنفسك كده احكم، شوف هل الزمالك اتظلم ولا اتجامل مجامله فجه النهارده. اول حاله طرد واضح وصريح لمصطفى شلبي، دهس رجل الراجل زي ما انت شايف كده، والحكم لا حسب طرد ولا حسب حتى انذار ولا حتى الفار استدعاء ولا حسب فاول، دهس طرد مباشر في اول المباراه لمصطفى شلبي والحكم لم يحرك ساكنا. تعالى بعديها ضرب بدون كوره من ناصر منسي، ضرب بدون كوره، وكلنا عارفين ايه عقوبه الضرب من غير كوره، هي ايه؟ طرد، ملهاش اي بديل تاني، طرد مباشر، الحكم اداله انذار. نفسي افهم قانون ملوخيه، قانون مهلبيه، ما تفهمش، الحكم اداله انذار وقال له شكرا. تاني حالتين طرد يا مؤمن، منهم واحده من ناصر منسي اللي دخل جول التعادل، وجاي في الاخر يقول لك احنا اتظلمنا. ده حتى الجون اللي دخل واتحسب اوفسايد، والزملكاوي بيقول لك ده ما كانش اوفسايد، هو اوفسايد بمتر، اصلا محسوب من فاول ما كانش فاول اصلا. ادي الصوره قدامك اهي، الكوره دي اتحسبت فاول، انت مدرك الكوره دي اتحسبت فاول على نادي زد، وحصل منها الرفعه والجون اللي دخل واتحسب اوفسايد. انتوا محتاجين ايه تاني؟ مجاملات من محمد الصباحي النهارده ومصطفى الشهدي في المباراه. الصباحي كان حكم ساحه والشهدي كان حكم فيديو، حاولوا يعملوا بكل الطرق والاساليب ان هم يساعدوا الزمالك وما قدروش، هم مش قادرين يساعدوا نفسهم. خليني اقول لك كمان ان محمد شحاته اللي اتطرد في اخر المباراه لاعب الزمالك، بعد الطرد فضل موجود داخل الملعب وما رضيش ان هو يخرج. الواقعه دي لما حصلت مع خالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي اتوقف 3 مباريات. احنا في انتظار لجنه المسابقات هنشوف القرار بتاعها ايه في موضوع محمد شحاته دوت، ولازم المعامله بالمثل يا باشا، المعامله بالمثل زي ما عملت مع لاعب الاهلي لازم تعمل مع نادي الزمالك. هنشوف هيعملوا ايه مع محمد شحاته. ومش بس محمد شحاته، انا عايز اقول لك ان ايمن عبد العزيز اخذ طرد، اللي هو المساعد بسيرو، ايمن عبد العزيز اخذ طرد لانه كان هياكل الحكم. النهارده الحكم اتهان بكل ما تحمله الكلمه من معنى، رغم كل محاولات المجاملات اللي حاول يعملها نادي الزمالك لكنه اتهان داخل الملعب، اتهان. هي دي كلمه شكرا يا اخوانا؟ هي دي كلمه شكرا؟ لا، وبمنتهى البجاحه بسيرو خارج يقول لك احنا ليه ضربه جزاء، وكل مباراه من ساعه مباراه البتروجيت والاهلي لينا برضو ضربات جزاء. يا اخوانا اتقوا الله. عبد الواحد السيد خارج لما تصريح غريب يقول لك احنا لن نتحمل هذا الظلم. انتوا بتتكلموا جد؟ انتوا لو عايزين عداله بحق وحقيقي وبتدوروا فعلا على العدل، والعدل اتطبق النهارده، كان زمانكم مطلوب منكم 2 في المباراه من اول المباراه، وكان زمانكم شايلين 6 ولا 7 مستريح.